اليوم استمر من ماتش للتاني والملكة من ودن للتانية شغالة زن وتلسين على الأميرة. الملك والملكة اتجننوا، بنتهم تتجوز كابوريا تمام، انما تخلف من كابوريا اهو ده اللي ما يتسكتش عليه ابدا. شكوا ان في حاجه بتحصل من ورا ظهرهم وان الكابوريا دي حوار عاملاه الاميره عليهم عشان تخبي كذبه اكبر. طلبوا حضور الاميره وقعدوا معاها سالوها اذا كانت مبسوطه في جوازها من الكابوريا. الاميره ردت بانها عايشه اسعد لحظات حياتها، عمرها ما داقت الحب الحقيقي الزفر ولا السي فود قبل جوازها من الكابوريا، وانها كانت اول مره تحس ان في كائن حي في الدنيا بيحبها لذاتها ما هي شيل الطماطم حد يدفع ثمنها ببيعه وشروه ويحملها وياخدها ويمشي. الملك والملكه استغربوا رد الاميره وساعتها قالوا لها طب والله عالي يا خساره شكلك مبسوطه. قالوا لها ان في مشكله بسيطه صغيره جدا، ان فرحها بكره. الملك قال لها انه اعلن عن ماتش مبارزه كبيره قوي بالسيوف هيشارك فيها افضل وامهر شبان المملكه، وان اللي هيفوز بالمبارزه دي هيتجوز الاميره شاءت او ابت. بعد محاولات كتير فاشله من الاميره انها تغير راي الملك والملكه ابوها وامها، انهارت وخدت بعضها راحت للامير تزف له النبأ السعيد. ساعتها الامير طمنها وقال لها ان مفيش اي حاجه هتقدر تفرقهم عن بعض ابدا، وطلب منها طلب واحد، انها تروح للملك تقول له انا موافقه على الهبل اللي انت قلته ده بس بشرط الماتش يبقى بالليل. الدنيا حر والضلمه بتستر برضه، وساعتها بس هيكون اسهل لها انها تتقبل الشريك الجديد لحياتها. واما الملك وافق، الامير ادى الاميره العصايه الذهبيه السحريه اللي انا جبت اخري منها، يا رب تضيعها ونخلص، وقال لها روحي الجبل اضربي بالعصايه 3 مرات هيطلع حد يسالك طلبك ايه. ساعتها قولي له ان الامير ابن الملك العظيم عنده ماتش بكره وعايز الامانه بتاعته. الامانه المره دي كانت بدله ذهبيه، بدله الفرسان ام ماسك دي، وتفاحه من فضه. الامير قام نزل 10 ضغط وقاس البدله لقى الدنيا تمام الحمد لله، الجواز ما غيرش فيه حاجه، وقال لها انه عايزها تقف في بلكونه القصر تتفرج على المبارزه مع اخواتها، وعشان تعرف هو مين يعدي من تحت البلكونه ويحدف لها التفاحه الفضيه. حذرها تاني ان مهما حصل في الماتش، مهما شافت حسها عينها تفشي سره لحد مهما كان. المهم تاني يوم كان الماتش والامير عدى من تحت بلكونه القصر فعلا وحدف التفاحه الفضيه الاميره، لقفتها ومسكتها شويه، والملكه العقربه الحربايه جت وقفت جنبها تتطقص وفضلت تلسن عليها بالكلام. معقوله بقى معقوله بنت جميله وحلوه زي تتجوز كابوريا برضه؟ مش عاجبها ولا واحد من الامراء دول وعايشه مع كابوريا؟ اللي بياكلوا الكابوريا غدا اي واحد فيهم. وعلى قد ما الاميره كان نفسها تخرس وتكبس الملكه الحربوقه تقول لها ان الكابوريا امير زي القمر، لكن افتكرت وعدها الامير وقررت تصون. المهم اليوم استمر من ماتش للتاني والملكه من ودن للتانيه شغاله زن وتلسين على الاميره. وبعد انتهاء معظم المباريات الاميره خدت التفاحه الفضيه ورجعت اوضتها وقعدت تستنى الامير شويه، والباب خبط ودخل راسه مرفوعه والنصر مالي عينيه. قال لها انه كسب نتيجه لانها صانت سره، اللعنه اتكسرت. وتاني يوم كان فرحهم، اتجوزوا تاني، قهروا الملك والملكه الحرابيق وعاشوا في تبات ونبات. وتوته توته تفتكروا خلصت فعلا ولا لسه الحدوته؟ لو حاسين ان النهايه مقنعه تقولوا خلصت، لو حاسين لاي سبب من الاسباب ان القصه ممكن تكون لسه ما خلصتش وليها باقي انيل من كده هتقولوا لسه. يا اما هشوفكم في قصه جديده وحلقه جديده بكره، يا اما هيكون لينا ميعاد ساخن جدا اسخن من كده مع الامير الكابوريا. باي.